يا مساء الفل، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمي منى ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني انزلوا تحت الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكوا اشعارات بكل وصفاتي الجديده. النهارده يوم مختلف. النهارده معانا سمك ايه؟ سمك سردين. سمك السردين سمك بحر، يعني تاكليه وانت مغمضه. طعمه بيبقى حلو قوي وخفيف وسهل جدا في طبيخه. ممكن تعمليه مقلي ومشوي وسنجاري. انا عملت النهارده مقلي وسنجاري. ايه يعني الكميه اللي موجوده عندي قسمتها. تمام. إيه بالنسبه للصينيه السنجاري، الخضار اللي فيه ده بتاعك انتي. يعني انا النهارده حطيت بصل وفلفل اخضر وطماطمايه وواحد قرن فلفل شطه. تمام. إيه عايزه تحطي بطاطس؟ في ناس بتحط في الصينيه بطاطس، بس بصراحه انا مش برتاح في السنجاري لما بيضاف لي بطاطس. بحس ان هي ايه تقيله كده وما ببقاش مستصاغه طعمها قوي. فانا بكتفي بالبصل والطماطم والفلفل والثوم والليمون والخل، بس كده. وبتضيفي بقى التوابل بتاعتك. انا خلصت تقطيع الخضار، بقطعه عادي على ايدي كده، تخريط عادي جدا. وعملت التوم برضو، وضفت بقى الملح والكمون. الكمون بس بتخليه زيادة شوية، والكزبرة والليمون والخل، بس كده. انا مش بضيف فلفل اسود للاسماك. يعني اي اسماك مش بحط لها فلفل اسود، انا بكتفي بالكمون. الكمون ده يعني طبعا نكهة وريحة، ومش بيحب حاجة تانية تبقى جنبه. والسمك اصلا عموما بيحب الكمون جدا. يعني هو الكمون والكزبرة ده الاتنين توابل دول الاساسيين مع الاسماك. اي اسماك هتعمليها كزبرة وكمون بس طبعا، والليمون ده اساسي. تمام. إيه انا حطيت كمان خل، ونزلت بقى بالسمك بتاعي. طبعا السمك متنضف ومغسول، وكنت نقعاه في ليمون شويه، وبعد كده غسلته وصفيته. تمام. الكميات انت اللي بتحدديها. انا زي ما انت شايفه كده الصينيه بتاعتي دي تقريبا مقاس 26، ويعني نزلت بحوالي كيلو ونص من السردين. تمام. بتقلبي كل الكلام الجميل ده مع بعضه، وبس كده. يعني انا اصلا كمان حطيتها في الفرن الغاز اللي عندي على السطح، ما حطيتهاش في الفرن بتاع البوتاجاز ولا حاجه. حطيتها كده في الفرن الغاز براحتها. الشوايه من فوق كانت على اهدى حاجه. وطبعا شويه الزيت بتوعنا ما ننساهمش، عشان ايه السمك يطلع بيلمع كده وما ينشفش مننا. بس كده انا دخلته في الفرن وسبته بقى مع نفسه. هنروح احنا بقى نعمل ايه؟ هنعمل الرز الجميل بتاعنا. انا جبت حله وحطيت فيها شويه زيت، ونزلت بقى بنص كميه الرز تقريبا، وبفضل اقلب فيه لما احمره. ده اسمه رز معصفر، اللي هو حبه وحبه، بس احنا بنسميه رز معصفر. ده انا بحب الرز ده جدا. ده من افضل انواع الرز اللي انا بفضله في الاكل مع السمك. هو الرز ده بتفضلي تحمري فيه وتقلبي كده زي ما انت شايفه، وبعدين تنزلي بكميه الرز الابيض اللي انت شايلاهم على جنب، وتحطي عيار الميه بتاعك، وتحطي شويه الملح وتغطي عليه. اول ما يتشرب تحطي له الشياطه، وبس كده. كده انت خلصتي تمام الرز بتاعك زي الفل. ولا بحط له ميه مغليه ولا اي حاجه، ميه عاديه خالص من الحنفيه فتره، وبيتشرب وبيبقى معايا تمام خالص. ما تصعبوش الامور على نفسكم، احنا كل حاجه معانا ان شاء الله في ايدينا زي الفل. انا بعمل التوم بتاع دقة السمك بقى المقلي. بفصصه كده زي ما انتوا شايفين، وبقشره، وبنزل في الهون بتاعي، وبحط معلقه ملح عشان ايه وانا بدق التوم ما ينطرش مني. بدقه لما بنعمه. نزلت بقى بحبه من الشطه كده وكمون وكزبره، نفس التوابل اللي انا حطيتها في الصينيه. انا ما حطيتش بس شطه بودر في الصينيه، لان كنت حاطه قرن شطه حامي فاستكفيت بيه. تمام. ايه دي التوابل بتاعتي. احنا زي ما احنا اتفقنا في اول الفيديو، قلت لكم الكمون والكزبره دول اساسيين مع السمك. خلاص، كزبره وكمون والليمون. ده بصوا ده كده
بيت شعر كده مع بعضه بالنسبة للسمك. خلاص كده. وهنزل بمعلقة ملح برضو تحديق السمك بتاعي. في حاجة عايزة اقول لكم عليها، لازم تاخدوا بالكم منها. السمك ما ينفعش يتحدق ويتساب. السمك لازم يتحدق قبل ما تشتغلي فيه ب10 دقايق، ما يقعدش في الملح اكتر من 10 دقايق بس كده. الملح يا جماعة لما بيطول مع السمك بيديله تسوية. بيديله تسوية يعني ايه؟ يعني الملح بيسوي السمك كأنك طبختيه. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزينه يتحط على النار وتيجي تاكليه تلاقيه من جوه ايه، لحمه حلو كده وابيض ومستوي عادي، سوا عادي. مش تيجي تفتحيه تلاقيه عامل زي السمك المخلل، يعني ايه، بيبقى حتى لونه متغير. شفتوا لون الفسيخ بيبقى من جوه زي لون الفسيخ. اوعوا تقعوا في الغلطة دي. السمك بكتيره قوي 10 دقايق في التحديقة اللي انت عملتيها. عصرت الليمون ونزلت بشوية الخل وهركنهم على جنب بقى كده واغطي. يعني هبص على صينية السمك اللي في الفرن واعمل السلطة وهقلي على طول، مش هسيبه في الملح كتير ولا حاجة. طبعا الصينية زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله، دهب في الصينية، يعني حاجة بقى كده. وهي الريحة كانت قلبة الدنيا يا جماعة. انا هعمل سلطة خضراء عادية خالص، طماطم وخيار وفلفل وبصل، يعني السلطة اللي انت تحبيها. وكان معايا حبة كده من دقة السمك حطيتهم على السلطة. طبعا السلطة دي حاجة ترجع لك انت، شوف انت بتحبي ايه في السلطة اعمليه. الدقيق بقى بتاع السمك، انا حاطة دقيق وعليه نشا. دول كوباية من الدقيق عليهم معلقة نشا. كل كوباية دقيق اعملوها كده قاعدة عندكم، كل كوباية دقيق قبلها معلقة نشا. قلبتهم مع بعض كويس ونزلت بقى بالسردين واحدة واحدة كده. وتجيبي مقلاية وتحطي فيها شوية الزيت وتنزلي بالسردين اللي انت لتتيه في الدقيق على طول على الزيت بعد ما يتقدم. طبعا اي مقلاية، ألمونيا، تيفال، لاصقة غير لاصقة اللي متوفر عندك. طبعا صينية السردين بتاعتنا طلعت اهي ما شاء الله. على فكرة انا نسيت اقول لكم، انا لما بعصر الليمون بحطه مع الخلطة بتاعت الصينية. انا بحب ريحة الليمون كده وهو مشوي مع السمك. وخلاص قليت السمك وطالع ما شاء الله برضو لونه حلو قوي وريحته جميلة جدا. اللي يحب كده ياكل واللي يحب كده ياكل. كده هيطبطب على القلب وكده هيطبطب على القلب. اتمنى من كل قلبي ان تكون الوصفة عجبتكم واتمنى تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب على زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بقدمه. كنت معاكم انا منى غيث، باي باي.